السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في نصيحة ينفع أنصح بيها حد من قلبي وفعلا تنفعه طول حياته، هي لا تحزن. الحزن بيجي دايما إن الإنسان مش عاجبه حاجة ومش عارف يغيرها، حاسس بالفقدان. دايما الحزن بيجي بإحساس الفقد. أنا بصيت لحياتي واعتبرتها صورة وناقصها حتة، والحتة دي مركز عليها وزعلان إن هي مفقودة ومش موجودة. القاعدة الأولى: الصورة دايما هتبقى ناقصة، لأن دي لعبة الحياة. آدم عليه السلام وضع في جنة واتقال له: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. وكانت هي دي الجزء المفقود من الصورة، هي دي التجربة. دائما أبدا كل يوم طول العمر هيبقى حياتك الآن اللي انت فيها هيبقى فيها جزء مفقود. الجزء المفقود ده الجنة انك انت تتغافل عنه. الجنة اسكن انت وزوجك الجنة. الجنة فعلا وسكون الانسان وراحته وهدوءه النفسي واحساسه بانه هو عايش في جنة، ان الجزء اللي عليه اكس في الصورة ما يفكرش فيه. القاعدة التانية، القاعدة الأولى قلناها إن هتبقى الصورة كده على طول، دايما لازم في حتة ناقصة. القاعدة التانية إن أبدا لا يمكن هيكون الحزن والإحساس بالفقد وإن مركز على الجزء المفقود هيكون هو الطريقة اللي هتكمل الصورة. ظنا منا زي ما الشيطان وعد آدم بالحلف كذب وقاسمهما، زي ما القرآن بيقول: إني لكما من الناصحين، إن الحتة اللي ناقصة دي يا آدم هي فيها الخلد وفيها الملك، وهي اللي هتهنيك وهي اللي هتسعدك، مع إنه قاعد في جنة. وطلع الموضوع إيه في الآخر؟ مقلب، وآدم خسر، وآدم نزلت درجته وفقد الاستمتاع بالجنة. دي بقى القاعدة التانية، إن محاولة إكمال الصورة بالحزن والزعل والجري ورا الجزء المفقود عمره ما هيكمل الصورة أبدا أبدا بتاتا. بالعكس، ده هيبقى سبب في الخروج من أي متعة في الحياة اللي احنا عايشينها. دي القاعدة التانية. يعني لو مثلا حسبنا نسبة الموجود والمفقود وقلنا 80 موجود و20 مفقود، وأنا ركزت على 20 شوية، استحالة هيبقى الباقي 80. هيفضل 80 يقل وال20 يزيد. الله، بيروح فين؟ ما هو التركيز على 20 بيعلي قيمته ويزود مساحته، وافضل واحدة في واحدة المميزات اللي في حياتي عمالة تنزل وتقل. إذ فجأة هلاقي نفسي الحاجات اللي موجودة كانت بتمتعني امبارح وبتبسطني وبشكر ربنا عليها، بقيت زاهدها ومش طايقها. ودي القاعدة التانية. دي القاعدة التانية أو التالتة بقى نقدر نقول. يبقى القاعدة الأولى إن الصورة دايما هيبقى فيها فقد. القاعدة التانية إن الحزن والتذمر والجري ورا المفقود عمره ما هيكمل الصورة. القاعدة التالتة إن نسبة الموجود هتقل، يعني هتقل لحد ما الإنسان حرفيا بالبلدي كده يلبس في الحيط ويكتشف إن لف ومشي وتعب وزعل وحزن وفي الآخر ما أخدش حاجة وخسر كمان اللي في إيده. لو كان المفقود ده صفة في زوج، هتلاقي نفسك بقيتي مش راضية عن الباقي الحلو اللي في جوزك. الراجل ممكن يكون حنين، يكون طيب، يكون كريم، يكون راجل كسيب مكفي بيته، بس يعني الحتة اللي مش عاجبه ده بيجي في الاستشارات بالهبل. كل ده موجود بس ما بيقوليش كلام حلو، فتفضل مركزة في حتة الكلام الحلو، وكل الصفات التانية مش قدام عينها. هي موجودة بس ما بقتش قدام عينها، ما بقتش في وعيها. فبقى الراجل ده عليه إكسات كتير، لدرجة ان هي من كتر التفكير توصل لمرحلة ان بقى 100% بالنسبة لها مفقود. خلاص انا مش عايزة اعيش معاه، مع عمالة بقى قلب الدنيا
مركزة على المفقود، فبقى الراجل كله وحش، بقى في الميزان بقى في كفة الوحش. قفلت على نفسها الحياة، وصلت لمرحلة ان هي ما بقتش شايفة منه حاجة حلوة. وطبعا الطرف التاني مش طوبة، الطرف التاني بيحس وبيستقبل طاقة وبيستقبل أحاسيس ومشاعر وردود أفعال، فبيبتدي هو كمان يبقى له ردود أفعال وتصرفات بناء عليها بتأكد لها فكرة اهو انا عندي حق اهو. طب ما هو في اخد وعطا، في كيمياء شغالة، انا السبب فيها من البداية، وهكذا. فالنصيحة اللي اقدر انصح بيها اخواتي وحبايبي ان والله 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 ما في حد ركز وحزن على شيء مفقود الا لما حياته اسودت، وما في حد سابه من اللي مفقود وركز في اللي موجود وحس بيه وامتن بيه وعمل شكر، وعملوا آل داود شكرا. عمل الشكر يعني ايه؟ انعنش نفسي بالموجود كده وافرح بيه وامتن لله واحس ان انا والله انا في نعمة، انا في نعمة كبيرة، نعمة كبيرة. تلاقي المفقود يجي، وهو ده السر. عشان كده الشيطان قال له إلا عبادك، مين؟ الشاكرين. ولئن شكرتم، ربنا قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. دي حطها في مربع كده وحط تحتها 1000 خط. خلاص ربنا اللي قال. الحاجة التانية قال ايه؟ ان الشاكرين هم اللي هيطلعوا بره اللعبة بتاعتي. فهو ناصح، هو عارف، بس احنا انصح منه لو وعينا وفهمنا اللعبة. لا تحزن، لا تحزن. ليه؟ لان لما تكمل الآية إن الله معنا، يبقى لا تحزن قصادها إن الله معنا. طب احزن، ما بقتش في المعية، ويا ضعفك ويا همك ويا حزنك ويا مشوارك الطويل يلي ما بقيش الله معنا. هو معنا، هو معكم أينما كنتم. أنا اللي بتخلى عن المعية بالمعادلة الجزء الأولاني بتاعها، إن أنا ما حققتوش، ما عملتش. لا تحزن، افرحوا واتبسطوا وسعدوا بالموجود وحسوا بنعم ربنا. والله مغرقانا، والله مغرقانا. ومن أعظم العبادات اللي الإنسان لو بسرعة حابب ينقذ حياته هي الشكر والامتنان لله، هي الشكر بالنعم واستشعار النعم. اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني استشعر نعم ربنا اللي موجودة، سيبك من اللي مفقود. وهي دي لعبة الحياة اللي هتفضل موجودة طول العمر، طول العمر. هي دي، مهما البني آدم اغتنى يبقى في جزء ناقص. الجزء الناقص هتحزن عليه، هيكبر، وهنفضل هكذا هكذا. امتى الجزء ده يبقى مش موجود ومش في الوعي؟ ان انا اركز على الحلو، وما تركز عليه يزداد. ده قانون عظيم من قوانين الحياة. ولئن شكرتم لأزيدنكم، آية قرآنية. صدق الله، سبحانك ربي. فلا تحزن إن الله معنا. حققوا المعادلة، عيشوا الحياة، امتنوا لله، عيشوا بسعادة، افرحوا الفرح يجي، اسعدوا السعد يجي. ارحموا أنفسكم، ارحموا عقولنا. احنا عقولنا برضو يعني غلبانة. العقل الجبار اللي ربنا خلقه ده غلبان. لما بزنقه في حتة المفقود هيروح مني فين؟ هيشتغل بقى، هيقعد يجيب لي في المفقود 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 المفقود. فلا تحزن إن الله معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.